السلام عليكم حباباتي، جيسبر كو vous allez bien. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبتكم وصفة قلب اللوز كيما تاع المحلات، تحسبي مشري كيما الوصفة الأصلية اللي تتباع في المحلات. ما عليكم غير تضغطوا على زر الجيم باش تدعمونا، وخلونا تعليق اكيد، واللي جرب الوصفة ماذا بيه خلينا ان كومنتير سيفو بلي. اول حاجه اخواتاتي نديروها واللي هي نروحوا للشربات. غادي نعبر بهذا الكاس، هذا الكاس نفس الحجم هذاك الكاس تاع الزجاج الابيض اللي يسموه كاس وليد. واش غادي ندير زوج كيسان تاع السكر في كاسرونه مع الطرونش تاع الليم. يعني شفتوا زوج كيسان تاع سكر مع الطرونش تاع الليم مع 3 كيسان ونص تاع ماء. انا نعدت لكم بصباعي، يعني داك الصغير هو النص. نبداو على بركة هذا الكاس تاع الاول الماء، نزيد الكاس الزاوج، ودركا نزيد الكاس الثالث ونزيد نص كاس تاع ماء. يعني زوج كيسان سكر، 3 كيسان ونص تاع ماء، والطرونش تاع الليم نخلطوهم بالمغرف. احنا كنقولوا مغرف، كل منطقه وكيفاش يقولوها. نديرو على نار هادئه، يعني في داك الفوغ الصغير كاع، ونديرو نخلطوه ونخلوهم يغلو لمدة 10 دقائق. انا راني نخلط بالمغرف هكا السكر مع الماء في البديه باش السكر في الماء يدخل والخليط تاعنا يتجانس ويوليكم ان سيرو. فوالا هذه العمليه ضروريه، يعني مشي تخلوه يغلي وحده بلا ما تخلطوا السكر مع الماء وقادر مع تالي يلصق لكم، ولا خلطوا كيما راني ندير هكا. يعني الصوره راها توضح امامكم. خلطوا بيان قد دقيقتين ولا وخلوه يغلي في غردو، يعني قد من 10 دقائق حتى 12 دقيقه. نخليوه على جهه يغلي ونروحوا للسميد تاعنا والباقي التفاصيل في هذا الفيديو. شوفوا انا نخدم بهذا النوعيه تاع السميد، سميد التشيشه ولا داك نصف الخشن. يعني ما ديروش الخشين بزاف وما ديروش الرقيق، باسكو هذا قلب اللوز، ديروا النصف الخشن. بهذا الكاس اللي عبرت به الشربات توجور مع نفس الكاس غادي ندير 3 كيسان تاع السميد في ان ريسيبيون. في هذيك الريسيبيون نخلوه على جهه، هذيك مرحله اوليه. دركا نزيد الكاس الثاني، نزيد الكاس الثالث كما شفتوا بهذا السميد. هذا السميد اسمها الحمامه، كان الحمامه كان موله، كل واحد والماركه اللي تبعها. المهم النصف الخشن. هذا السميد نخليه على جهه. دركا واش غادي ندير في ان نوتر ريسيبيون، يعني في ريسيبيون واحده اخرى ندير السكر وندير الماء وندير ماء مزهر وندير الزبده وندير رشه تاع الملح. الوغ ندير كاس ونص تاع سكر، توجور مع الكاس اللي عبرت به، يعني نفس الكاس. درت الكاس ونص تاع السكر، ودركا غادي نزيد نص كاس تاع ماء. نهضر بشويه الشيرات باش نفهمكم، باش القلب اللوز هذا يجيكم ناجح. ودرت نص تاع الكاس تاع الماء. دركا غادي نزيد نص كاس تاع المازهر. انا ندير المازهر هذه النوعيه تاع الحاد تاع ذي المراه، يعني عنده واحد القو هائل. ندير هذا ونزيد نص كاس تاع زبده ذائبه. اللي ما يبغيش يدير زبده يدير سمن، ولا يعني لكم حريه الاختيار وكل واحد واش يحب. ديري نص كاس زبده ذائبه او سمن عفوا. ونزيدو رشه تاع الملح. اللي ما تبغيش دير الملح، يعني بصباحها ما تعرفش على رشه، دير شتو مغرف صغيره، في مغرف صغيره ودير على راس المغرف فقط، وتخلطهم بالبغا ميكسور. تخلطهم بيان باش هذوك المكونات يتجانسوا لمده 5 دقائق حتى 10 دقائق حتى يتكرمل لنا يولي بيان. الوغ انا نخليه يتخلط ونروح شوفوا يتخلط بيان 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 باش كاع كلش يدخل مع بعض البعض. ونخليه على جهه ونروح للشاربه تاعي.
راها فاتت 10 دقائق، زدت لها نص كاس ماء الزهر. دركا راها واجده. واش نديرلها؟ نخليها دقيقتين ونطفي ونخليها تبرد على جهه. دركا هذا الخليط تاعي بعد ما خلطته وتكرمل لي بيان، خلطته مده 6 دقائق، غادي نفرغوه على السميد تاعي تاع اللي درناه من قبل. بيان سور 3 كيسان سميد، 3 كيس. هايبا نفرغه كاع ضرب كيما قالك، ونخلط بالاصابع، نوصي ونعاود الشيرات بالاصابع فقط. قلب اللوز باش يجيك ناجح هنا كي تفرغي عليه الخليط، خلطي بالاصابع، ولازم كاع يتشمخ ويتشخشخ بيان. لازم كاع يتشخشخ بيان، يعني ماشي تخليه من فوق مشمخ ومن تحت يكون ناشف. لا قلبيه، مهم ليسونسيال بصبيعاتك، غير بصبيعاتك خلطي بيان كوم فوق. هاكا ديري كيما راني ندير، تحسيه دخل في تحس داك السمتك يتشخشخ، فهمتي؟ يعني يتشمخ بيان. دركا اللي نديرلو بهذه الطريقه باش نشوف اسكو من تحت راه ناشف ولا ممكن بقى كميه ناشفه ولا لا. لازم تخلطيه بيان بصبيعاتك، ونوصيك ونعاودك ما تعجنيهش. ياك الاخوات ما تعجنوهش، ياك الخوت القلب اللوز ما يتعجنش. خلطوه غير بصبيعاتكم وخلوه هكا وغطيه وخليه يرتاح. على كنتي مزروبه نص ساعه، خليه يرتاح من نص ساعه لساعه. انا خليته يرتاح، فات عليه هنايا ساعه كامله. دركا غادي نحي الطرشونه تاعي وغادي نحله بيديا. يعني قلت لكم غير بصبيعاتي. شوفوا راه تشرب وارتاح بيان. شوفوا راه هكا راه يعسل. كون تلمسوه بيديكم اللي ديروا بهذه الطريقه قولوا لنا، راه علامه راه يتعسل، راه متشخشخ بيان. دركا واش غادي ندير؟ غادي نروح البلاط تاعي اللي غادي ندير فيه 30 على 25 سنتيم. غادي ندهنه بالزبده الذائبه اللي كتبقات لي، ولا تبغي ديري الزيت كيما تبغي، مهم تدهنيه بيان. وابخي كي تدهنيه جيبي القلب اللوز تاعك، رفدي غير برؤوس الاصابع وديري في البلا تاعك غير برؤوس الاصابع. سيداتي، اختي، اخي، اختي هكا، وديريهم في البلا تاعك. بيان سور مسوقتي. بيان سور مرحبا بكم في الانستغرام تاعي، وبحثوا لي التطبيقات تاعكم. عفوا هذا الصوت تاع الام ديالي. ديروا كيما هكا، رفدوا غير برؤوس الاصابع تاعكم وديروا في البلا كاع، يسيو تعمروا البلا كامل. ومن بعد هاك بصبعتيكم وزربعوا هكا. دلكو مشي دلكو يعني هكا برؤوس الاصابع، وحطوا غير بشويه عبزوا عليه. ومن بعدها جيبوا مغرف ولا اي حيه باش ديروا بها الوجه تاعكم، يعني يولي املس. كيما انا هنايا جبت غير ملعقه كبيره عادي تاع اللي ناكلو بها بيان سور. ويا بقيت ندير نعبز على القلب اللوز تاعي. اسييت يكون كاع السطح كيف يعني ماشي جهه طالعه جهه هابطه، جهه فيها شويه جهه فيها كميه بزاف، ولا لازم يكون كاع كيف هكا باش كي يطيب يولي لنا نيشان، وما نجو نشربو كاع يولي نيشان ما يتفتحش ولا. يعني هذا والله صدقوني وعن تجربه يجي لكو كي تعشر تحس به مشري. كاع اللي ذاقوا عندي قالوا لي قلب اللوز ما عند من شريتيه، قلت لهم لا هذا غير صنعته، صنع منزلي يا اختي من الدار وانتي فريتيها بلا ما تشري بلا ما تلاخري بلا ما والو. هذاك يعني الصرف تاع قلب اللوز خبيه ليك، ديريه في حاجه واحده اخرى. وهنايا ندهن السطح تاعه بالزبده الذائبه بيان سور. يسيو تركزوا الاطراف باسكو كاين الكوشه فيها الخيط تاعها غير في الوسط، يعني تحمر في الوسط بيان، ومع الحواشي لا يسيو كاع كاملين هكا. ومن بعدها ديروا لها طراس، يعني طراسوها كل واحد كيفاش يبغي يقطعها. كان اللي يبغي مرصوات كبار، كان اللي يبغي مرصوات صغار.
كل واحد كيفاش يقطعها. انا راني نقطع فيها والكوشه تاعي راها شاعله من التحت على 180 درجه، راها تسخن. نديرها طيب من تحمر، كي تحمر مع الجنب نطفي ونشعل فوقها. هنا شوفوا صاي نحيتها، يعني راها ناجحه. كي تشوفوا ديريكت بيان سور القلب اللوز راه سخون والشاربات راها بارده يعني كلش دخل. نخليها ترتاح. دركا مي راها سخونه ما نغطيهاش بالسربيته، تفوت عليها نص ساعه نغطيها ونخليها على جهه تبرد ونقطعها معكم. كيما انا هندرتها مع الصباح نكيل. جيت نقطعها خرجت روعه 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 روعه. شوفوا هنا درتها في البلا، نوري لكم. خرجت روعه. شوفوا هنا غادي نقسم معكم بالمغرف كيما تاع الشري وكيما يحب الخاطر. شوف كي طريه واحد القو والبنه ما نقول لكمش. شوف يعني عن تجربه، قلب اللوز ناجح 100%. ما كان لا حليب لا ذيك لا يجيبك لا يردك لا ذيك. دركا غادي نقسم حبه معاكم. شوفوا كي غادي نرفدها وغادي نديرها في هذه الكيسات. شوفوا قلب اللوز كي ناجح. نسي كيفاش نرفد، يعني ما يتخسر مع لوغي. انا مني نرفد باليد اليمنى ولي نصور بيد واحده اخرى يعني ديسولي. شوف وغادي نحط في صحن التقديم خواتاتي، ونتلاقاو في صحن التقديم باذن الله وتشوفوا فيه صورته النهائيه. نتمنى تجربوه، واللي جربوا ماذا بكم يخلي لي ان كومونتير حلو كيفكم. واللي باغي وصفه من وصفاتي ما عليه غير يقول لي، سورتو وصفات الغرب الجزائري بيان سور. وتحيه لالجيري وفيفنو. وهذا هو قلب اللوز التاعي في شكله النهائي. احبابي بغيت نشاركه معكم بما انه شهر رمضان على الابواب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. الى اللقاء ودمتم في رعاية الله.